بسبوسة مظبوطة وهتنجح معاكم من أول مرة. تخدم نص كيلو من دقيق السيمولينا أو دقيق السميد بتاع البسبوسة اللي من غير أي إضافات. هضيف السمنة السايحة ما تبقاش سخنة وأقلبهم كويس لغاية ما يندمجوا مع بعض. بعدها هحط السكر والعسل وأقلبهم مع بعض كويس قوي. السكر والعسل يدوب. هنزل اللبن الدافي وأقلب من تحت لفوق بالراحة خالص لغاية ما اللبن برضو يدوب. هنزلها في صينية مدهونة بالسمنة كويس وأسويها بالمعلقة وخبطها 3 خبطات كده. دخلها فرن سخن على حرارة 180 وهكتب لكم كل التفاصيل تحت الفيديو. بعدها هنعمل الشربات. 2.5 سكر، 2.5 مية، معلقة من العسل. هغطيهم وأول ما يغلوا هنزل عليها عصرة نص ليمونة ومعلقة سمنة واشيل كل الأبيض اللي هيتكون من فوق ده واسيبها تغلي دقيقتين بس، مش عايزينه يتقل مننا. هنزله على البسبوسة وهي سخنة والشربات كمان يكون سخن، ويفضل ما نقدمهاش قبل ساعتين لغاية ما البسبوسة تشرب الشربات كله تبقى طرية معانا بالشكل ده. وطبعا هي بتتكلم عن نفسها وباين قد ايه هي طرية ودايبة وفي نفس الوقت ماسكة نفسها. بجد بجد يا ريتني اقدر ادوقها لكم.